يا مساء الفل. من امبارح في غضب كبير جدا من جماهير نادي الزمالك على مجلس إدارة نادي الزمالك. آه، الجماهير غضبانة وأنا واحد منهم بسبب قرارات ما كملناهاش للآخر كمجلس إدارة. نادي الزمالك من بعد ماتش المصري طلع بيان وليه 4 طلبات كلنا عارفينها. وبناء على إن ما تحققش طلب من الطلبات ال4، نادي الزمالك طلع بيان تاني اللي هو بيعتذر عن لقاء القمة. طيب، ما لعبناش لقاء القمة، وكان دعم كبير جدا من الجماهير لخطوة كانت هي أولى خطوات الإصلاح يعني لحال النادي مع المنظومة الرياضية اللي بتدير الرياضة في مصر. ومجلس الإدارة أخد دعم كبير جدا جدا من جماهير نادي الزمالك، عشان نتفاجئ امبارح بقرار من مجلس الإدارة تاني إن مجلس الإدارة بيتراجع وبيهيأ له إن هو تحقق له بعض المطالب، وإن إحنا النهاردة هنلعب ماتش سيراميكا. طب لما حضرتك هتعتذر بس عن لقاء الأهلي وهتلعب بعد كده، كل اللي احنا استفدناه ان حضرتك اديت الاهلي 3 نقط، وانت خسرت 3 نقط غير ال3 نقط اللي اديتهم للاهلي، بمجموع خسارة 6 نقط، وريحت لعيبة الاهلي اسبوع وبتهيأ لهم الجو. وطبعا كل اللي هيتقال ان انتوا مجلس بالبلدي حنفي، او ان احنا بنرجع في كلامنا، او ان احنا ما بنكملش الخطوات للنهاية. تخاذل كبير جدا 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 منكم، عدم تكملة الموقف والمشهد لنهايته منكم كمجلس إدارة. جماهير نادي الزمالك مش قطيع، جماهير نادي الزمالك جماهير واعية. فكل الأسباب اللي حضراتكم طلعتوا أعلنتوها وإن انتوا بتتراجعوا في القرار وبيتهيأ لكم إن انتوا تحقق لكم بعض المطالب اللي انتوا طلبتوها، الكلام ده مش مقنع بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. الكلام ده مش حقيقي، مش هو اللي حصل. طيب، احنا كجماهير نادي الزمالك لأول مرة من سنين لأول مرة أصلا في تاريخ نادي الزمالك يبقى الجماهير ما عندهاش الرغبة إن هي تشوف فرقتها. يعني أنا فريقي هيلعب النهاردة وما عنديش الرغبة أو إن أنا قاعد مستني الفريق عشان يلعب، بل بالعكس انتم مخليني الجمهور كله في حالة من الحزن، في حالة من عدم السعادة بسبب التراجع في الموقف اللي أخدناه. فاحنا محتاجين بس تفسير واضح وتفسير صريح ليه الموقف اللي احنا خدناه اصلا. طب ايه الاستفادة اللي عادت علينا احنا كنادي الزمالك من الموقف اللي خدناه؟ احنا كجماهير نادي الزمالك مش شايفين اي استفادة من الموقف اللي حصل غير اللي احنا خسرنا نقط وكسبنا الاهلي نقط وراحة، بس مفيش اي حاجة تانية يعني غير كده. آه، اعتقد الاهلاويه بيقولوا لنا شكرا لحسن تعاونكم معنا. فايه الهدف من اللي انتوا عملتوه؟ مفيش حد من جماهير نادي الزمالك فاهمه. طبعا حضرتك عامر حسين موجود، موجود. الحكام اتحقق معاهم يقال، بس مفيش حاجة على أرض الواقع. فنعتبر إن ده ما حصلش. في حاجة اتغيرت في منظومة الرياضة في مصر؟ مفيش أي حاجة. حضرتك كنادي استفدت بأي حاجة؟ لا، ما استفدتش. طب إيه؟ طب ليه أصلا هنرجع في قرارنا إن إحنا نلعب؟ للأسف انتوا كمجلس إدارة خسرتوا تقريبا دعم كل الجماهير بعد ما كنتوا كسبتوا دعم اللي معاكوا واللي ضدكوا وكل الفئات من الجماهير. رجعتوا خسرتوا دعم كل الجماهير تقريبا، إلا لو في حاجة بقى انتوا عارفينها احنا كجمهور ما نعرفهاش، او حاجة احنا بنتمنى ان انتوا يكون في حاجة او سبب مفاجأة لينا مثلا، فهتطلعوا تفاجئونا ان احنا والله تراجعنا عشان خاطر استفدنا 1 2 3 في حاجات عملية، حاجات مقنعة للجمهور، مش الاسباب اللي حضراتكم طلعتوها. آه، على المستوى الشخصي مازال عندي شوية ثقة فيكم كمجلس إدارة إلى حد ما. لأن انتوا يعني مش المفروض، الحقيقة اللي موجودة انتوا مجلس مختلف عن المجالس اللي قبل كده. مجلس كله قامات، ناس محترمة، ناس دارسة، ناس لبقة في الحديث. مفيش الصوت العالي، مفيش الجعجعة، مفيش
الصوت المنفرد الوحيد اللي يتكلم يعني على لسان جماهير نادي الزمالك. الأيام اللي جاية هتودينا فين، أو القرارات اللي حضراتكم أخدتوها وتراجعتوا فيها مرة تانية هتودينا على فين، مش عارفين. بس احنا كجمهور مش متفائل، بنتمنى نكون احنا اللي غلطانين وحضراتكم اللي أخدتوا القرار الصحيح. آه، نتمنى الخير لنادي الزمالك في الفترات الجاية، المصلحة العليا للنادي. وبنتمنى التوفيق ليكم وإن انتوا تخلوا النادي في أحسن حال وأحسن وضع.